هتوحشنا يا رمضان، لكن اللي هيصبرنا عن شهر الكرم والإحسان إن إحنا هنقابل أيام العيد، وأيام العيد من غير كحك مش هتبقى لذيذة. صح ولا لا؟ ومعانا تكاتك وحركاتك يا شيف يا ماما رانيا. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي وكل سنه وانت طيبه. اهلا بيكي يا كركر واهلا يا كيكي. انا جايه النهارده وانت طيبين. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. انا جايه النهارده اقدم لكم الكحك واعرفكم نعمله ازاي، ونروح في البيت كلنا ونقول لماما يلا يا ماما احنا هنساعدك ونعمل معاكي الكحك. طب يلا ورينا. انا هقول لكم بيتعمل ازاي. انا بتعذب وانا بتفرج دلوقتي. مجهزين العجينه ديت ايوه قبل الهوا على طول، وهنعمل هقول لكم برضو الطريقه. المقادير بتاعتنا احنا حطينا 3 كوبايات من الدقيق على كوبايه ونص سمنه على معلقه ريحه الكحك ومعلقه سمسم وكيس بيكنج باودر، وعجننا كل المقادير دي مع بعضها مع لبن. يا تكاتك يا حركاتك. طيب ممكن حضرتك بس تعيديها عشان اللي ما لحقش يكتب وراكي؟ 3 كوبايات دقيق كوبايه ونص سمنه، كوبايه ونص سمنه وكوبايه لبن وكيس بيكنج باودر، معلقه ريحه الكحك ومعلقه سمسم وذره فانيليا وكوبايه لبن. تمام كده؟ ذره ملح بسيطه بس كده. تمام. عملنا العجينه اهي، نبدا بقى نشكلها ونقول بنعملها ازاي. هناخد بقى كده، يلا اصدقائي بقى هيساعدوني. يلا كل واحد يمسك حته. يلا هتساعدوني. طبعا الكحك ده من ايام الفراعنه يا اصدقائي. ايوه من ايام القدماء المصريين. ماما كانوا بيحطوا فيه ايه بقى؟ مش المفروض ان احنا نلبس الجوانت الاول؟ انا اسفه انا نسيت فعلا. كانوا بيحطوا بقى ايه في الكحك ده يا جماعه؟ يلا كلنا يلا كانوا بيحطوا القطع الذهبيه الصغيرين الاول. يلا خدي يلا تحط لك قطع عدوى. هلبسه. يلا كل دلوقتي يلبسوا الكيس. يلا كل واحد يلبس الكيس بتاعه. الميكروبات وعشان نضمن خدي يا اسلام. هذه من الميكروبات. يلا واسلام معانا. كلنا لازم نهتم بالنظافه لان معانا. الناس كتير قوي بتاكل من ايدينا. مريم هتاخدي يا مريم. لازم نكون ساعدينا على صحتهم. نعم. هي طبعا طبعا ايه يا بتوع المحلات؟ خد واحد بس يا محمد. هي طبعا يا كركر استاذه ماما رانيا بدات بايديها لانها غاسله ايديها قبل ما تدخل احنا الهوا. غاسلين ايدينا اكيد بالميه والصابون قبل ما نعمل اي حاجه. لازم تبقى ايدينا مغسوله بالميه اول ما والصابون. ندخل المطبخ حتى لو هنلبس جوانت. لازم حتى لو هنلبس لازم ايدينا مغسوله. والصابون. ايوه لازم ايدينا تكون مغسوله. يعني احنا بناكل الجوانب ده في الاخر ولا ايه؟ هناكله طبعا. يبقى في طعم الكحك. انا عايز لبسنا كلنا يا ولاد. رانيا نعم عايز اسالك سؤال مهم جدا. اتفضل. اسال يا كركر. انت بتعملي الطريقه التقليديه جدا للكحك اللي احنا بنعملها كلنا في بيوتنا صح؟ تمام. مفيش اي ابتكار كده؟ هو اي حاجه نحطها زياده؟ لا الابتكار اللي انا بعمله اني ما بحطش خميره. السمنه ما بتتقدحش زي ما اكتريه الناس بتقدح السمنه على النار، يعني بتسخنها وتنزل بيها سخنه. لا انا كل مقادير الكحك دي بتتعمل على البارد، وبعدين بيسخنوا السمنه ويحطوا خميره. لا الطريقه ديت بقينا نغيرها بان احنا بنستخدم دلوقتي السمنه بارده وكل حاجتنا ما بتبقى بارده. طب ممكن طيب عشان نلحق نشوف معاكي؟ يلا يا ولاد. يعني كده تبقى ممكن خفيفه ناخد يا جدا ماما؟ عن المعده. اتفضل يلا كله ياخد يا ولاد ويسال. الصحه وتحافظ على الوزن والرشاقه بتاعه الجسم. وبرده ما نكترش من الكحك زي ما ليه فوائد هو ليه اضرار. كل حاجه تبقى في اعتدال. احنا طالعين من صيام ومعدتنا لازم تبقى مرتاحه والكحك كله دهون. البنات الصغيره عايزين نعمل خفيف عشان تتعلموا. يلا يا ولاد يلا انزلوا معايا. يلا يا سيف تعالى. يلا يا محمد يلا يا مريم. يلا يا مريم. محمد بيعمل كرة ميسي. يلا يا ولاد يلا طبعا كل واحد بيعمل الشكل اللي يعجبه. كأس العالم. كل واحد بيعمل الشكل اللي يعجبه زي ما كانوا القدماء المصريين بيبتكروا في اشكال الكحك. دايما بيبقى بنشوف الكعك مدور
بس بيبقى عليه مربعات واشكال كده. كانوا بيعملوا الاشكال الهندسيه وكانوا وكانوا بيعملوا على شكل بني آدمين شكل وكانوا وعرايس. بيعملوا على زهور واوراق شجر. كانوا بيبتكروا كل يعني حسب ما بيتفننوا في لحد ما وصلوا لدرجه انهم عملوا 100 شكل من الاشكال اللي كانوا بيعملوها من الكحك، وكانوا بيقدموه في جميع الاعياد وجميع الافراح. كان دي من العادات، وكان اهم عيد بالنسبه للقدماء. كان اهم عيد بالنسبه للقدماء يا جماعه ان هم هو مين اللي كان عمل عيد لما بتدخل الشمس غرفه الملك خوفو. كانوا بيخرجوا زوجات الملوك وكانوا بيقدموا الكحك دوت للكهنه. الشكل ده انا عايزه على فكره. كده بس كده صغيره خالص. يا سيدي احنا كده انا عايز اعمل عملنا. الشكل اقعد ده يا بقى، سيدي، انا بقالي قد كده بعمل الشكل ده يا ماما رانيا. اقعد يا سيدي. ماما رانيا انا بعمل الشكل ده بقالي قد كده. بصوا بقى يا ولاد،